في شوية معلومات عن القلب ناس كتيرة فاهمينها غلط. خليني أوضح لك 5 حقائق مهمة. 1. النغزات مش من القلب. لو الوجع بيجي على شكل نغزات وبيزيد مع النفس أو لما تضغط على صدرك يبقى مش من القلب، ده ممكن يبقى من العضلات أو من العظم أو من غشاء الرئة. 2. القهوة مش بتضر القلب، بالعكس القهوة بتقلل خطر أمراض القلب. منظمة الصحة العالمية سامحة ب4 فناجيل صغيرين في اليوم، بس الأفضل فنجانين كفاية. 3. الضغط الواطي مش مرض، في ناس طبيعتهم إن ضغطهم واطي وطول ما فيش دوخة أو إغماء مفيش أي مشكلة ومش محتاج علاج. 4. سرعة الترسيب مش معناها إن في روماتيزم على القلب، التحليل ده بيعلى مع أي التهاب زي التهاب البرد والحلق والمفاصل وممكن يفضل عالي شهور. علشان نطمن على القلب بجد لازم إشعة إيكو. 5. ارتخاء الصمام المترالي مش خطير، ده موجود عند 3 ل 5% من الناس وغالبا بيكتشفوه بالصدفة، وطول ما الارتجاع بسيط مفيش أي خطورة واعتبره مش موجود. خلاصة، مش كل وجع أو تحليل غريب معناه مشكلة في القلب، كشف عند دكتور متخصص هو اللي يطمنك. ودمتم أصحاء.